عايزين ننشط المبيض بتاع الاناث، عايزين نزود الخصوبه بتاعه الذكوره، هنجيب المنتج ده منتج بيطري فعال وقوي جدا جدا مع الحمام بتاعنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا تخص كل الناس، اللي هي قله الانتاج. عايزين حاجه تزود الانتاج، عايزين حاجه برضو تمنع هذلان الجسم، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي، فتره الصيف. هذلان الجسم اللي هو بيحصل، بنلاقي انكماش، بنلاقي حاله من حالات التسيف عند الحمام بتاعنا اللي هي الشقفه. فبنحتاج حاجه ان هي تعمل فاتح شهيه. طبعا فقدان الشهيه ده اللي بيسبب الهذلان، فعشان كده ان انا عايز حاجه تفتح الشهيه، في نفس الوقت حاجه تزود الانتاج عندي. بنشتكي برضو من البيضه الواحده، وناس كتيره جدا بتعتقد ان البيضه الواحده هي ان الذكر خاصه ببيضه وساب بيضه. ده برضو معلومه خاطئه، عشان لقيتها برضو على بعض الجروبات، فحابب ان انا اقولها في الفيديو قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا. البيضه الواحده او البيضه اللي هي البريشت او نقص البيض عامه عند الاناث. عايزين ننشط المبيض بتاع الاناث، عايزين نزود الخصوبه بتاعه الذكوره، هنجيب المنتج ده منتج بيطري فعال وقوي جدا جدا مع الحمام بتاعنا. اتكلمنا قبل كده بنقول ان نقص البيض بيكون سببه الديدان. عملنا جرعات الديدان ولكن مفيش اي حاجه من الحاجات دي، ولسه الحمام برضو ما انتجش. في تليس على المبيض، برضو ادينا جرعات الخل اللي هي بتعمل اذابه للدهون للحمام بتاعنا، ولسه برضو الحمام ما اشتغلش. يبقى ندور على حاجه واحده بس، اللي هي بيبقى اهمها نقص الفيتامينات والاملاح المعدنيه. دول سبب اساسي ان الحمام بتاعنا ما يشتغلش. لو احنا اهتمينا بالفيتامينات والاملاح المعدنيه ولكن ما نفرطش فيها، عشان الافراط فيها بكثره ده برضو ممكن يسبب العكس ويقلل الانتاج عندنا. الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هو منتج ثمنه حوالي 15 جنيه، ده انا ما بستغناش عنه طوال فتره الشتاء او طوال فتره الصيف اللي احنا فيها دي. اهو كده يا جماعه، الكيس ده ثمنه 15 جنيه، بجيبه من الصيدليه البيطريه. يمكن اتكلمت عليه مره واثنين وثلاثه، ولكن حابب اتكلم عليه نظرا لاهميته، وغير ان هو عامل معايا مفعول قوي جدا مع الحمام بتاعنا. له فوائد كتيره جدا اهي كده، هنشوفها دلوقتي مع بعض وهنقراها باذن الله، وهنتكلم على طريقه استعماله. في فيتامين د 3، وفي فيتامين ه، فيتامين ج، فيتامين ب 12، حديد، سيلينيوم، فسفور. طبعا العناصر بتاعته او الخصائص بتاعته جميله جدا ومحترمه جدا جدا بالنسبه للحمام بتاعنا. يحتوي على مجموعه متكامله من الفيتامينات والاملاح المعدنيه الهامه جدا جدا للحيوانات وللطيور، يعني الاثنين مع بعض. طعمه حلو ومقبول بالنسبه للحمام بتاعنا او للطيور عامه. يعني مش هنحتاج ان احنا نعطش الحمام بتاعنا، ويعوض الجسم عن فقدان السوائل والعناصر المعدنيه وهذلان الجسم، نقص الوزن. ساعات بنلاقي فيه خسسان للحمام بتاعنا والانتاج، ده بيحصل نتيجه فقدان الشهيه المصاحب للاجهاد، اللي هو طبعا بيجي نتيجه الاجهاد الحراري اللي هو في فصل الصيف. يستخدم في حالات نقص الفسفور العقم اللي هو طبعا بيبقى عند الذكر، ويستخدم لزيادة إنتاج البيض في الدواجن واللبن، لتفادي حالات الإجهاد الناتجة عن نقل وارتفاع درجات الحرارة، ودي مهمة جدا جدا، وخصوصا بقى إن إحنا في فصل الصيف مش عايزين الحمام بتاعنا يحصل له إجهاد حراري. ده بيسبب حالات إسهال، فقدان الشهية، بيسبب نقص في الوزن بتاع الفرد بتاعنا. لازم إن أنا أستخدمه في الصيف عامة للحمام بتاعنا عشان الإجهاد الحراري اللي احنا دايما بنتكلم عليه. يعمل كفاتح شهية لاحتوائه على الأملاح المعدنية، وأهم حاجة فيه طبعا إن هو لزيادة معدلات التحويل الغذائي اللي هو الحمام بتاعنا. أي حاجة يا جماعة الحمام بتاعنا هياكلها فعلا هيجي على فرد الحمام. يعني مش هنلاقي الحمام عمال ياكل وبرضه فيه تسييفة. هتلاقي بعد كده الحمام بتاعك لما ياكل هتلاقي الجسم بتاعه كويس، مفيش التسييفه دي مش هتبقى موجوده، اللي هو بنسميه التحويل الغذائي. اي حاجه الفرد هياكلها هتيجي على الجسم بتاعه، خاصه بقى مع الزغاليل بتاعتنا. يعمل على تقويه الجهاز المناعه، ودي اهم حاجه طبعا بحتاجها، وخصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي، عشان طبعا جهاز المناعه يعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسيه والامراض البكتيريه اللي هي بتبقى منتشره ما بين تغيير الفصول. قلنا الامراض الفيروسيه اللي هي بتبقى زي الروشه، الجدري، الكلام ده، هي دي الامراض الفيروسيه اللي احنا كلنا بنعاني منها في الفتره اللي جايه دي. كل الناس هتبدا تشتكي من الجدري. عشان ما تشتكيش من الجدري لازم انك انت تستخدم حاجه زي كده ترفع بيها مناعه فرد الحمام بتاعنا.
نشوف بقى طريقه استخدامه مع الحمام بتاعنا. اللي انا هحطها بس على الميه ان شاء الله اللي هو البانش ده مرتين في الاسبوع. نستخدم البانش ده عشان نحمي حمامنا من اي امراض، ونزيد طبعا من معدل الانتاج بتاعنا، ان هو بيحتوي على مجموعه كبيره جدا من الفيتامينات. في سيلينيوم اللي انا دايما اتكلم عليه، مهم جدا طبعا للذكوره بتاعتنا، عشان طبعا مفيش ذكوره تروق البيت. بنحط برده منه معلقه واحده بس اهي كبيره، معلقه على كل 5 لتر ميه برده بنحطها اهي كده. الكميه دي طبعا انا عشان هنا عندي حوالي 8 لتر، فانا هحط حوالي معلقتين وبقلب كده. هو بيدوب بقى في الميه بتاعتنا، طبعا ما بيرقدش ولا حاجه طالما انا قلبته على طول كده. ونمسك كده للحمام بتاعنا يا جماعه. كده على ارض الواقع فعلا في زغاليل عندنا وفي انتاج الحمد لله بفضل الله علينا اهو كده يا جماعه. وادي طبعا العين اللي جنبه برده فيها زغلول اهو. النتايه طبعا ان شاء الله قومت الزغلول وبدات فعلا تحصي، او ممكن تكون رمت حصوايه. اوريكم العيون، احنا طبعا مصدقين بعض، ولكن حابب برده ان انا اوريكم يعني حاجه على السريع كده. باقي اللصوص طبعا في زغاليل اهي بفضل الله، طبعا الحمد لله زغاليل اهي. طبعا في نتايه قربت تبيض. ده كده يا جماعه الكيس اللي انا حبيت اتكلم عليه، وحبيت طبعا انصح بيه الناس. ده لازم يكون عندك موجود في المكان بتاعك باستمرار، لا غنى عنه مع الحمام بتاعنا. وده فعلا انا ما بقطعوش مع الحمام بتاعي، وخصوصا بقى في الفتره اللي احنا فيها دي، فتره الصيف، الاجهاد الحراري اللي هو بيجي الحمام. مش عايزين طبعا نعاني من القصه اللي هي بتاعه الاسهالات، نعاني من قصه الجدر، الكلام ده. لو انت فعلا مهتم بالفيتامينات والاملاح المعدنيه، هتلاقي دايما صحه الحمام بتاعك كويسه. هتلاقي الزغاليل عندك ما بتطلعش مقفعه، خصوصا في فصل الصيف. الناس اللي هي بتقول دايما زغلول الصيف غير زغلول الشتاء، زغلول الشتاء بيبقى وزنه كبير. لو انت استخدمت الحاجات دي هتلاقي زغلول الصيف زي زغلول الشتاء بالظبط، ومش هتلاقي فيه اي فروقات. زائد ان الحمام بتاعنا في الفتره اللي احنا فيها دي درجه الحراره بتبقى عاليه، عايز ارطب على الحمام، عايز اقلل من الاجهاد الحراري اللي هو بيحصل له دايما في الصيف. وده طبعا بيأثر على الحمام بتاعنا، بيجيله اسهالات، بيجيله طبعا الشقفه، فقدان الشهيه، كل الكلام ده. طبعا لو احنا استخدمنا الفيتامينات والاملاح المعدنيه، وخصوصا لما بيكون في الكيس ده. الكيس ده بصراحه محترم جدا وساحر فعلا في تربيه الحمام. العناصر اللي احنا بنحتاجها عامه للحمام بتاعنا هي هتبقى موجوده في الكيس ده. واسف جدا على الاطاله في الفيديو، وبكده بكون نهايه حلقتي معاكم. وما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.